Open discussion. ومن الدنيا ونظرا لغزارة الإنتاج في السينما المصرية وصعوبة اختيار فيلم يمثل أفضل أفلام السينما المصرية في القائمة دي، فقررت إني أختار أفضل فيلم مصري في آخر 20 سنة، الفيلم اللي بسببه خلاني أعشق السينما وصناعتها وكل حاجة تتعلق بيها حتى الفشار. فلو أنت لسه بتتفرج عليه لغاية دلوقتي، جيب فشارك ومتنساش تعمل لايك دلوقتي للفيديو، دلوقتي حالا تعمل لايك للفيديو، لأن طالما وصلت لغاية هنا أكيد الفيديو عجبك يا صاحبي. ويلا بينا نكمل الموضوع. فشار جامد، انا اللي عامله على فكره. فيلم اسف على الازعاج اثر فيا شخصيا، حولني من انسان متفرج عادي شايف ان السينما هي وسيله للتسليه والترفيه لانسان ادرك ان السينما تحمل مفاهيم اعمق واقوى من كده بكتير، وان السينما عمرها ما كانت ماده خام للتسليه، مع احترامي لكل الاعمال المصريه في الفتره اللي فاتت. ولكن اسف على الازعاج، اسف على الازعاج غير مفاهيم كتير جدا في حياتي ودخلني جوه اعظم عالم في الدنيا وهو عالم حب السينما. ومن هنا احب اوجه سؤال